رسائل منتشرة على جروب نادي شهير. الرسائل دي بتخص بنت، والبنت دي مجموعة من الشباب عملوا فيها أشياء. الحاجة الغريبة في الموضوع إن البنت ولا فاكرة ولا حاطة في دماغها إن حصل معاها كده. ده حصل ازاي؟ وازاي البنت مش حاطة في دماغها ولا حاطة في دماغها أصلا إن حصل لها حاجة زي كده ولا حست بحاجة زي كده؟ ده بقى اللي انا هحكيهولكوا في القصة بتاعتنا. خليكم معايا لحد الاخر علشان تعرفوا القصة ازاي بدأت وايه اللي حصل، علشان ده يكون تحذير لجميع البنات والستات. ولو كنتم معايا ما تنسونيش في اللايك. اللايك مش هيكلفكوا حاجة، ولكن بيكون دعم كبير جدا منكم ليا. يؤسفني ان انا اقول ان الحادثة دي حصلت مع ناس حالتهم المادية مرتاحة جدا، ده كمان عندهم سلطات. ويمكن يكون ده مثال بسيط ان الفلوس مش مقياس للاخلاق نهائي. ده غير ان كمان الفلوس في اوقات كتير بتكون نقمة مش نعمة. 4 شباب فكروا في فكرة بشعة جدا للغاية، وان هم يقرروا كمان يعملوها وتجيلهم الجراءة ويحطوا في دماغهم ان هم ممكن يهربوا من القانون. ولكن الكلام ده كله كلام فارغ، لان اللي بيفكر ان هو يعمل حاجة زي كده لا يمكن انه يهرب من القانون. والقانون اخد مجراه رغم العلاقات اللي هم فيها، رغم ان هم يقدروا ان هم يجيبوا محامين يقلبوا القضية، ولكن رجال الامن ما سمحوش لاي حاجة زي كده. خلوني بقى احكي لكم القصة من اولها. النادي ده موجود في محافظة الجيزة في 6 اكتوبر. ال4 شباب دول بيكونوا مع البنت في النادي، بيشوفوها وبيعجبوا بيها. وواحد منهم بالاخص كانت عاجباه وحاول ان هو يتكلم معاها بشتى الطرق، بس هي مش عايزة. الحب والمعرفة مش بالعافية. ولكن الولد ده بقى ابتدى ان هو يتكلم مع صحابه ازاي تتجرأ وان هي ترفضه وما تبقاش ان هي عايزة تصاحبه وتبقى ان هي حبيبته. فالموضوع ده بالنسبة له اخده على كرامته، واتكلم مع صحابه وقال ان هو عاوز ياخد حقه. انا مش عارفة الحق ده جابه منين، بس هو قال كده. قرروا ان هم يخشوا من ناحية تانية، ان هم خلاص طالما ان هي رفضت الصداقة والحب والكلام ده، فنخش لها من ناحية تانية ونقول لها خلينا اصحاب. ففي النوادي اللي زي دي بالنسبة لهم الامر عادي، يعني ان هم يبقى عندهم اصحاب او زمالة او يتدربوا مع بعض او كل الكلام ده بيبقى الموضوع عادي جدا. يعني مش معنى كده ان البنت فيها اي حاجة، لا ده العادي بتاعهم. وبعد ما ابتدوا ان هم يبقوا اصحاب واصدقاء ويقعدوا مع بعض مرة واتنين وتلاتة، ولكن هم حاطين في دماغهم هم عايزين يعملوا ايه بالظبط. بعدها على طول واحد منهم بيقابلها بيقول لها مش النهارده عيد ميلادي؟ مش تقولي لي كل سنه وانت طيب؟ راحت قالت له كل سنه وانت طيب. قال لها لا انت لازم تيجي العيد ميلاد. قالت له خلاص ابعت لي اللوكيشن وانا هجيب هديه واجي لك. لا 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 لا، ولا هدايا ولا حاجه، والعربيه موجوده، انا دلوقتي خلاص انا رايح على العيد ميلاد، تعالي علشان تروحي معانا. فبالنسبه لها يعني الامر بقى اصحاب واصدقاء في النادي، مش حاطه في دماغها ان اي حاجه تحصل. وهي راكبه معاهم العربيه راحوا حاطلها المادة اللي اسمها GHB، اللي كل الناس بتحذر فيها حاليا، والوزارات بتحذر فيها والشرطة بتحذر منها، لانها خطيرة جدا. وهتعرفوا هي خطيرة قد ايه لما تكملوا الفيديو لحد الاخر. هم حطوها لها في عصير وهي شربت العصير ومش حاطه في دماغها ان هم ممكن ان هم يعملوا معاها اي حاجه. هي حاطه في دماغها عادي وان اصدقاء وصحاب وان شله ملمومين مع بعض في عربيه ورايحين عيد ميلاد عادي جدا في الوسط بتاعهم. طبعا بعد ما هي شربت العصير ده ما بقتش حاسه بالدنيا، وبقت حاسه نفسها شايفه كل حاجه بتحصل حواليها، ولكن مسالمه للامر الواقع اللي بيحصل وكأن الامر عادي. يعني مفيش مثلا ان هي بتزقهم او مثلا بتستنكر الموقف اللي حاصل، مفيش الكلام ده. هو ده الخطوره بتاعه الماده دي اللي الناس كلها بتحذر منها، ان بيبقى الشخص مسالم جدا، عارف شايف اللي بيحصل. يعني ما بيكونش نايم، بيكون شايف كل حاجة بتحصل حواليه، ولكن ما بيبقاش يعني حاسس ان الحاجة دي غلط. فاخدوها في المكان ده تحت الانشاء، عمارة كانت تحت الانشاء، بس هم اللي كانوا عارفينها. وبعد ما ادولها المادة دي وابتدت ان هي يتلمسوا لاجزاء كتير في جسمها، ومحدش منهم
يعني حط في دماغه ان هي مثلا ممكن تبقى زي اختك زي امك. لا لا لا، ما فيش الكلام ده. ده عملوا اللي عايزين يعملوه كله. وطبعا اللي بياخد المادة دي بيبقى زي المسلوب الإرادة، مش عارف ايه اللي بيحصل، شايف قدامه اللي بيحصل ولكن مش قادر يعمل اي رد فعل. ده زائد اللي اخطر من كده، واللي احنا طبعا بننوب فيه في كل حادثة بتخص الاشياء دي، ان لما بتقوم وبتفوق من الموضوع ده بتنسى اللي حصل لها. فالموضوع اخطر مما تتخيلوا. وطبعا بعد ما عملوا كل الكلام ده، البنت لبست هدومها وهي مش فاهمه اصلا ولا مدركه ايه اللي بيحصل، ولا فاهمه ايه اللي بيحصل. ولبست هدومها عادي ولا اكن في اي حاجه. ولكن هما وصلوا لحد المرحله دي وبس، اللي هي التلامس، بس طبعا بطريقه بشعه جدا. ولكن ما كملوش ولا عملوا اي حاجه من الاشياء التانية. والحمد لله ان هي وصلت لحد كده. طبعا كلكم دلوقتي عندكم سؤال واحد، بما ان هي بعد ما صحيت او بعد ما فاقت من الحاجة دي ما عرفتش اللي حصل لها ولا افتكرت اي حاجة. طب ايه اللي عرف الناس كلها وكلنا، وطبعا كانت حادثة وشرطة والكلام ده، ايه اللي خلى الامور تتعرف؟ هقول لكم اللي حصل. طبعا علشان ربنا ما بيرضاش بالظلم ولا بيرضى باللي هم عملوه ده. هم عملوا حاجة اللي كشفتهم شخصيا، لان فعلا البنت بعد ما فاقت ما كانتش فاكرة من حاجة من اللي حصلت في اللحظة. ولكن هم اللحظة اللي هم كانوا بيستمتعوا وهم بيعملوها وهي لحظة مشينة جدا، اللحظة دي هم كانوا مصورينها. اللي اكتر من كده كمان ان هم راحوا منزلين الصور على جروب النادي. يعني جراءة وفجور لا يتخيله عقل. ان هو مش كفاية اللي هم عملوه، مش كفاية اللي هم عملوه في البنت، لا، دول نزلوا كمان كل اللي هم عملوه بكل وضوح على الجروبات بتاعت النادي للناس كلها تشوفها. اللي اكتر من كده واللي حاجة اللي انتوا مش هتتخيلوها، ان هم مثلا مش كانوا عاملين الكادر بتاع التصوير ان هم مثلا مبينين هم كانوا بيعملوا ايه مع البنت او البنت بنفسها وبس، لا، ده كانوا مصورين كل حاجة. يعني وهم بيحطوا المادة دي جوه العصير، وهم بيعملوا كده في البنت بصورهم بشكلهم. انتوا متخيلين اللي انا بقوله؟ متخيلين الجرأة؟ متخيلين الفلوس الزيادة عن اللزوم؟ هات يا بابي وهاتي يا مامي عملت ايه؟ وزارة الداخلية أول ما الجروب نزل عليه الفيديوهات والتصوير دي ما استنتش ان اي حد ان هو يقدم لها بلاغ، ولا مثلا اهل البنت يقدموا بلاغ ولا الكلام ده. هم اتحركوا على طول في التو واللحظة، ويبتدوا ان هم يسألوا على الولاد دول وولاد مين علشان يبتدوا ان هم يقبضوا عليهم. وطبعا تم التواصل مع اهل البنت. ولكن الحاجة الغريبة ان هم لقوا البنت مش عارفة ان حصل معاها كده، ولا عارفة الامور. هي عارفة بس لحد الحدث بتاع ان واحد منهم قال لها ان في عيد ميلاد، وان هي ركبت معاهم العربية وكانت ماشية بالعربية. ده اخر معلومات ممكن كانت تبقى في دماغها. اللي بعد كده بقى هي ما تعرفوش. يعني ان هي حتى روحت بيتها ازاي، غيرت هدومها، نامت، عملت ايه لحد الصبح، لحد ما مفعول المادة دي راح من جسمها. علشان كده احنا بنحذر من المادة دي لانها مادة بشعة جدا. وطبعا تم القبض على الاربع شباب اللي عملوا الكلام ده، والشرطة بدأت ان هي تاخد مجرى القضية، وان هم عملوا حاجة زي كده من غير اصلا ما حد يعمل اي بلاغات، لان الموضوع موضوع صعب جدا. ونزل على جروب نادي موجود فيه الافات المشتركين في النادي ده، فكانت حاجة صعبة جدا. والشرطة لما قبضت عليهم لقوا ان فعلا التليفونات بتاعتها موجود الفيديو، وان الفيديو ده اتنزل من التليفونات بتاعتهم. يعني كل حاجة بالصوت والصورة موجودة. ولكن تهمة زي دي في القانون يعني كبيرها ان هم بياخدوا 4-5 سنين. احنا بنطالب ان تهمة زي دي تكون اعلى من كده بكتير، تكون بالاعدام. يعني التهمة دي تكون عقوبتها الاعدام. طبعا ربنا يحفظ بناتكم وستاتكم جميعا، ربنا يحفظنا جميعا. انا عايزاكم ان انتوا تخشوا التعليقات وتكتبوا نصيحة لكل بنت ولكل ست ولكل اخت ولكل ام تحافظ على نفسها ازاي. يعني انا طالبة منكم ان انتوا في التعليقات، وطالبة منكم ان انتوا تشيروا الفيديو على اكبر مستوى علشان الناس كلها تاخد بالها، وكمان تقرا التعليقات بتاعتكم وانتوا بتقولوا لهم ازاي ياخدوا بالهم من حاجة زي كده. ربنا